اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل مع بعضينا صينيه الفراخ بالبطاطس، بجد هتعجبكم جدا وطريقه جميله جدا وتتبيلتها جميله جدا. بس قبل كل حاجه، لو انتوا اول مره تشوفوني، انا ياسمين. لو عجبكم الفيديو متنسوش تضغطوا لي لايك وشير وتفعلوا لي الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتي، ونسمي الله ونصلي على نبي ونبدأ نشوف وصفتنا ونشوف مقاديرنا. اول حاجة كده هو جبت الخلاط بتاعي، نزلت بيه في الطماطم. تمام، قطعتها ونضفتها كويس ونزلت بيها في قلب الخلاط. وبعد كده هنزل بالبصل، التتبيلة بقى على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. تمام، نزلت بالبصل. وبعد كده عندي فلفل احمر حار، هتحطي رومي. تمام، وبعد كده عندي هنا الدبابيس بتاعتي، بصوا زي الفل، غسلاها ومنضفاها وزي الفل. بصوا ما شاء الله نظيفة وزي الفل اهي. دلوقتي بقى ايه، كل حاجة حطيناها في الخلاط. بعد كده هننزل بقى ايه بالتوابل. عندي هنا معلقة كمون، فلفل اسود، كزبرة، كزبرة ناشفة مطحونة، ملح. تمام، وبعد كده هنزل بقطعة توم وهضرب الخليط بتاعي كله في الخلاط، هضربه كويس جدا زي ما انتوا شايفين. عندي هنا بطاطس بقى اعملها بالمبشره، وعندك قشرة شيبسي. تمام، هبشرهم كده اهوت، عايزاها حلقات ناعمه كده اهوت. بصوا زي الشيبسي بالظبط، تبقى خفيفه كده. تمام، هعمل البطاطس بتاعتي كلها. بص ازاي زي قشرت البطاطس، ممكن تعملي بيها الشيبسي برضو. بصوا حلقات رفيعة عشان تبقى ناشفة كده اهوت، وانت بتاكليها تبقى ليها طعم جميل. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي ديت. بصوا بالقشرة ازاي سهل ازاي، او لو عندك قطاعة شيبسي. تمام، بصوا زي الفل كده. خلاص بقى انا خلصت الكمية بتاعتي كلها اهي زي ما انتوا شايفين. وفي الاخر بشرت ال اخر البطاطس. بعد كده بقى ايه، هنزل بشوية زيت، هوزعهم في قلب الصينية كويس. وبعد كده هنزل بالبطاطس بتاعتي كلها. تمام، هفردها كويس، افردها كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. كانت مقرمشة وجميلة جدا زي الفل. وبعد كده هوت بقى ايه، هنزل بقطع الدبابيس بتاعتي. طبعا انا مش هحط اي توابل على البطاطس، لان كل التتبيله اللي انا عاملاها دلوقتي هتنزل على البطاطس والفراخ وكل حاجه. هرص الدبابيس بتاعتي كويس، اوزعها كده في قلب الصينيه زي الفل كده. تمام، خلاص بقى وزعت الكميه بتاعتي كلها كده اهوت. هبتدي بقى انزل بالخليط اللي انا ضربته في الخلاط، هوزعه كده اهوت على الفراخ بتاعتي، البصل والطماطم والتوابل والثوم والفلفل زي الفل كده. بعد كده بقى هسيبها شويه صغيرين، وبعد كده احطها على النار، على نار هاديه تستوي كده اهوت. تمام، بصوا ابتدت تستوي ازاي. هسيبها بقى تخلص غلوتها. وبعد كده نزلتها الفرن وطلعت، بصوا بصوا الجمال. بصوا البطاطس بقى كمان، لا انا كده بقلبها على الجنب التاني علشان تحمر. وعندي ورك برضو رحت حطيته معاهم. تمام، بصوا دخلت الفرن اتحمرت على الجنب التاني. بصوا زي الفل ما شاء الله. بصوا كده خلاص الاكل بتاعي جاهز وخلص. وكده يكون الاكل بتاعي خلص. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تضغطوا لي لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم